السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب بنوك الاسئله الامتحانيه. بالنسبه للطلبه اللي بتسال الكتاب ده ممكن نحصل عليه ازاي يا مس، تقدروا تتواصلوا مع الرقم ده. ممكن تحصلوا على كتاب الفيزياء او الكيمياء او الاحياء او الجيولوجيا. تعالوا نبدا الحل. طبعا حل الكتاب ده يعني موجود على القناه مجانا. موجود الفصل الاول والثاني والرابع والحديثه. بالنسبة للفصل الثالث موجود على صفحة الفيس اللي أنا بسيب اللينك بتاعها في صندوق الوصف لكل الفيديوهات. تعالوا بقى نبدأ. وبالنسبة لكتاب الوافي وكتاب الوسام دول بيتحلوا خاص، محتوى خاص. اللي عايز يتواصل للاشتراك في حل الكتب برضو يتصل بالرقم ده. وبالنسبة للطلبة اللي قالت اللي عايزين يشتركوا في الوسام بس أو الوافي بس، متاح دلوقتي إنك تشترك في كتاب واحد ونفس الرقم ده تقدر تتواصل معاه، انك بتسيب رسالة على الواتس لغاية ما هو يرد عليك. تعالوا نبدأ بقى الحل. السؤال 41: ينتقل الإلكترون ذرة الهيدروجين من مستوى الطاقة الأول إلى المستوى الطاقة Y عند امتصاصه لطاقة قدرها 10.2 إلكترون فولت. ايه رقم المستوى Y؟ طيب احنا عندنا فرق الطاقة اللي انت قلت لنا عليه عبارة عن النقلة من المستوى الأول لحد المستوى واي، يعني اي واي ناقص اي واحد. الفرق الطاقة ده انت مسجله عندنا هنا 10.2. يبقى هنكتب هنا 10.2 ده كده الكترون فولت. هيساوي اي واي اللي احنا مش عارفين قيمته كام او مقداره كام، ناقص اي واحد اللي هي سالب 13.6، سالب موجب. هنسيب الاي واي في مكانها ونودي دي بإشارة مخالفة، يبقى 10.2 نشيل منها 13.6. هتبقى الاي واي عبارة عن سالب 3.4 لما تطرح دي. تمام. هنا الاي واي هفكها لسالب 13.6 على ان تربيع بيساوي سالب 3.4. السالب هيروح مع السالب ويبقى عندك هنا الان تربيع بتساوي 13.6. هتجيب دي هنا والان تربيع مكانها يبقى 3.4. تاخد الجذر هتلاقي الان بتساوي 2. يبقى ده معناه ان هو انتقل من المستوى الاول للمستوى الثاني، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. السؤال رقم 42: إذا زاد تردد الأشعة الساقطة على سطح للضعف وزاد عدد الفوتونات الساقطة في الثانية للضعف، فإن القوة التي يؤثر بها الفوتونات على السطح. القوة اللي بيأثر بيها الفوتون على السطح الإف بيساوي 2 باور على سرعة الضوء. فين هنا بقى التردد والفاي ال؟ ده لما تفك الباور يبقى الإف بيساوي 2. القدرة دي عبارة عن اتش نيو فاي ال، لازم تكون حافظ القوانين دي، اتش نيو فاي ال، وادي سرعة الضوء زي ما هي. طيب احنا دلوقتي الاتنين مش هتتغير ولا الاتش هتتغير، هي النيو اللي هتزيد للضعف والفاي ال هتزيد للضعف وسرعة الضوء ثابتة. يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل انها تزداد 4 مما كانت عليه، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم د. سؤال رقم 43: إذا كان عدد مستويات الطاقة الممكنة لحركة الإلكترون في ذرة ما 4 مستويات، ويمكن الإلكترون أن ينتقل بين أي مستويين من تلك المستويات، فإن عدد خطوط الطفى التي يمكن أن تنبعث. هنا بيدور على الاحتمالات في الخطوط اللي ممكن تنبعث. في الحالة دي احنا بنحل ازاي؟ هما كام مستوى؟ 4. خلاص احنا هنسيب ال4 ونقول 3 زائد 2 زائد 1 هيساوي كام؟ يبقى 3 و2 5 و1 6. كده انا جبت لك الاحتمالات. يبقى انا عندي هنا يمكن ان تنبعث 6. يبقى الاجابه الصحيحه هتكون رقم د. السؤال اللي بعده: الكترون وبروتون يتحركان بنفس السرعه واحده، طول موجة دي براولي المصاحبه لكل منهما تكون. يا ترى الطول الموجي ده هيكون للالكترون اصغر من البروتون ولا مين اكبر من مين؟ طيب تعالوا نتكلم على طول موجة دي براولي. لامدا بيساوي اتش على ام في. تمام. طيب هما ليهم سرعه واحده، يبقى والاتش دي مقدار ثابت على فكره والسرعه كده واحده، يبقى بين الطول الموجي والكتله علاقه عكسيه. فكل ما كانت الكتله صغيره كل ما كان الطول الموجي المصاحب كبير. مين هنا اصغر كتله؟ طبعا الالكترون كتلته يمكن اهمالها بالنسبه للبروتون، يعني البروتون بيتميز بكتله كبيره. يبقى هنا الالكترون ادام كتلته هو الاصغر يبقى طوله الموجي يبقى الاكبر. عشان كده اقول الالكترونات اكبر من البروتون، ده من ناحيه الايه؟ الطول الموجي. يبقى الطول الموجي المصاحب
للإلكترون هيبقى أكبر من البروتون، فتبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ج. السؤال اللي بعده، النسبة بين أبعاد الفيروسات المراد رؤيتها بالميكروسكوب الإلكتروني إلى طول الموجة المصاحب لحزمة الإلكترونات المستخدمة. هنا عشان تتم الرؤية احنا محتاجين ان يكون الفيروسات دي المسافات البينية اللي بينها عاملة زي الشبك اللي مثلا الموجود في العارضة اللي في لعبة كرة القدم، ده شبك. واحنا بقى عايزين طول الموجة المصاحبة لحزمة الإلكترونات انها تعدي من هذا الشبك. يبقى عشان الطول الموجي يعدي من الشبك ده لازم يبقى المسافات البينية اللي هي الشبك ده أكبر من الطول الموجي اللي عايز يعدي. يبقى احنا هنقول ايه بقى؟ هنقول النسبة بين أبعاد الفيروسات المراد رؤيتها بالميكروسكوب الإلكتروني إلى طول الموجة المصاحبة لحزمة الإلكترونات المستخدمة، هنقول أكبر. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. سؤال جميل من كتاب بنوك الأسئلة اللي هو السؤال رقم 46. يقول لك سقط شعاع ضوئي طوله الموجي 550 نانومتر. ممكن من الطول الموجي نجيب طاقة الضوء ساقط. يبقى نقول الإي بتساوي اتش في سي على اللامدا. يبقى اتش في سي على اللامدا اللي هي 550 في 10 أس سالب 9. تمام. على مهبط خلية كهروضوئية. يبقى احنا هنا بنتكلم عن الخلية الكهروضوئية اللي فيها طاقة الضوء الساقط. الإي للضوء الساقط هتتقسم لجزئين، جزء يحرر وجزء يحرك، كاينتيك انرجي، اي وورك وكاينتيك انرجي. فإذا أصبحت شدة تيار المار في الدايرة بيساوي صفر عند الجهد ده، عند الجهد 1.5 فولت، ده اسمه جهد الإيقاف اللي خلى التيار يبقى بصفر. ومن جهد الإيقاف أقدر أجيب طاقة الحركة. جهد الإيقاف له علاقة بطاقة الحركة، وطاقة الحركة تقدر توصلني للي هو طالبه. بيقول لي فإن دالة الشغل لمادة مهبط بوحدة الإلكترون فولت بتساوي إيه؟ تمام. طيب إزاي بقى الجهد الإيقاف هيوصلني؟ إحنا عندنا الإي في الفي بيساوي كاينيتيك إنرجي. الإي اللي هي 1.6 في 10 أس سالب 19، دي شحنة الإلكترون، في الفي اللي هو قالك عليها اللي هي 1.5. هيبقى الكلام ده كده هو طاقة الحركة. تمام. اللي هو هيبقى قيمته 2.4 في 10 أس سالب 19. انت بقى طالب مني الاي وورك، صح؟ يبقى الاي وورك عبارة عن طاقة الضوء الساقط. الاي وورك عبارة عن طاقة الضوء الساقط ناقص طاقة الحركة. يبقى طاقة الضوء الساقط ناقص الكاينيتيك انرجي. طاقة الضوء الساقط اهي اتش بقى عوض عنها 625 من 1000 في 10 أس سالب 34 في السي 3 في 10 أس 8 على القيمة للطول الموجي اللي هي 550 في 10 أس سالب 9 منها بالنانو. ماشي. هشيل منها طاقة الحركة اللي هي 2.4 في 10 أس سالب 19. هيطلع الإي وورك بالجول قيمته كام؟ هيطلع الإي وورك قيمته 2 أو 21 في 10 أس سالب 19. طيب هو كده بالجول، هو المطلوب مني بالإلكترون فولت، فعشان كده هحوله الإلكترون فولت. هقسم على شحنة الإلكترون 1.6 في 10 أس سالب 19. هيطلع معاك الناتج 756 من 1000، يعني 76 من 100 بالتقريب. يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. سؤال رقم 47. تنبعث أشعة الليزر من ليزر هيليوم نيون من ذرات إيه؟ طبعا ذرات النيون. يبقى هنا أنا عندي المفروض إن أنا يكون عندي كوسط فعال نيون بس، ولكن وظيفة الهيليوم هنا يعتبر وسيط، إن هو هياخد الطاقة اللي بالتفريغ الكهربي ويصار بيها، ولكن نتيجة تصادمه مع ذرات النيون اللي في المستوى الأرضي هتنتقل طاقته إليها، وبالتالي هي هتصار نتيجة التصادم. يبقى هنا الهيليوم وسيط ومساعد، لكن الليزر بيخرج منين؟ من النيون. السؤال رقم 48. بعد تصادم الفوتون بإلكترون حر في تأثير كومتون فإن الكمية التي تقل. هل سرعة الإلكترون بتقل؟ لا، سرعة الإلكترون بتزيد، طاقة الإلكترون بتزيد. سرعة الفوتون مقدار ثابت، تردد الفوتون هو اللي بيقل، طاقة الفوتون هي اللي بتقل، طول الموجي الفوتون هو اللي بيزيد. يبقى احنا هنختار هنا الموجود، تردد الفوتون هو اللي هيقل، يعني طاقته هتقل. السؤال اللي بعده 49. الكمية التي تظل ثابتة بعد التصادم في تأثير كومتون. سرعة الإلكترون هتظل ثابتة، سرعة الإلكترون هتزيد،
طاقة الإلكترون مش لأنها ثابتة هتزيد. سرعة الفوتون، أيوة سرعة الفوتون ما بتتغيرش لا قبل ولا بعد التصادم. إذا تساوى إلكترون وبروتون في طول الموجي لدي براولي فإنهم يتساووا أيضا في كمية التحرك. طب ليه؟ لأن الطول الموجي لو أنا قلت لك لامدا بروتون هيساوي لامدا إلكترون. هي اللامدا دي مش عبارة عن اتش على بي ال، وهنا اتش على بي ال، الاتش دي ثابت بلانك، البسط هو البسط بالمقام هو المقام، يبقى هتساوي في كمية التحرك. يبقى الإجابة هنا هتبقى رقم ب. السؤال رقم 51، الرمز الاصطلاحي للديود هو إيه؟ طبعا دي كده دي بوابة اور ودي بوابة نوت. طيب ده ولا ده؟ هما الاتنين ينفعوا يبقوا دايد، بس خلي بالك ان قاعدة المثلث بتبقى البلورة بي دي الموجب وهنا بيبقى السالب مش دي، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم د. السؤال رقم 52، عند رفع درجة حرارة ملف النحاس ده من الموصلات وبلورة السيليكون اللي هي من أشباه الموصلات، فإيه اللي يحصل للتوصيلية؟ في النحاس لما بترفع درجة الحرارة التوصيلية تقل، لكن في السيليكون لما بترفع درجة الحرارة هتتكسر الروابط وتخرج إلكترونات ويكون مكانها فجوات وتزداد التوصيلية. يبقى احنا هنقول تقل للنحاس وتزداد للسيليكون، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال رقم 53، في الشكل المقابل المعدن اللي بيلزم لخروج إلكتروناته أقل طاقة، مين هنا هيبقى أقل طاقة محتاجها عشان يخرج؟ اللي هو دالة شغله أقل حاجة، اللي هو أقل حاجة في دالة الشغل هيبقى عندك مين أقل واحد؟ ده هو اللي هو مكتوب عليه الصوديوم، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم أ. السؤال رقم 54، البوابة المنطقية التي تكون الدائرة الكهربية بها مفتاحين موصلين على التوازي هي البوابة اور. البوابة اور ارجع لها كده وشوف الدائرة المكافئة ليها، هتلاقي مفتاحين متوصلين على التوازي. طيب بحيث ان اي مفتاح فيهم يقفل هيبقى ده كافي، لكن لو المفتاحين الاتنين مفتوحين يبقى ده مش هيسبب إضاءة للمصباح. السؤال 55، إذا نقص تردد الفوتونات الساقطة على سطح فلز فإيه المقدار الذي لا يتغير من المقادير التالية؟ هل طاقة الفوتون؟ طبعا الطاقة اتش في نيو، فلما النيو تقل يبقى الطاقة هتقل. طب طاقة الإلكترون؟ طبعا طاقة الإلكترون هتقل لما طاقة الفوتون الساقط تقل، يبقى طاقة الإلكترون بتتوقف عليه هي كمان هتقل. طيب سرعة الفوتون الساقط هي دي الصح، سرعة الفوتون ما بتتغيرش لأي سبب كان 3 في 10 أس 8. طيب السؤال رقم 56، وخلي بالك ده اسمه السهل الممتنع، ممكن السؤال ده تغلط فيه بالغصب. أطول طول موجي في سلسلة طيف ذرة الهيدروجين كلها هو عند عودة الإلكترون المسار من فين لفين. انت عندك المتسلسلة طيف ذرة الهيدروجين، تعال نكتبهم كده، ليمان وفي بالمر وفي باشن وفي براكت وفي فوند. يبقى انت عندك هنا ده كده مجموعة الأشعة الفوق بنفسجية، هنا فوق بنفسجية وهنا ضوء مرئي، ودول كده في الأشعة تحت الحمراء. مين الأكبر في الطول الموجي؟ أكبر في الطول الموجي مجموعة فوند، يعني عودة للمستوى النهون، ما ده الواحد ده التاني ده التالت ده الرابع ده الخامس، يبقى عندك عودة للخامس. عودة للخامس من فين؟ ما عشان أجيب أقل طول موجي أكبر طول موجي يبقى لازم أقل طاقة، يبقى جاي منين؟ يبقى جاي من اللي قبله مباشر، يعني من السادس للخامس، هو ده هيبقى أطول طول موجي في متسلسلة الهيدروجين. يبقى من فين لفين؟ من السادس للخامس، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. السؤال اللي بعده السؤال رقم 57، عند تغير فرق الجهد بين الأنود والكاثود في أنبوبة السي ار تي من الفي إلى 4 في، يعني في 1 بفي وفي 2 ب4 في، فإن يحصل إيه لسرعة الإلكترون؟ إحنا عندنا في أنبوبة شعاع الكاثود بنقول الإلكترون بيتعرض لفرق جهد فبيكتسب طاقة حركة اللي هي نص ام في تربيع. انت تسألني ايه اللي هيحصل للسرعة، فانا عايز اخلي السرعة في طرف، فانا هقول الفي تربيع بتساوي 2 وادي الاتنين هناك اي في على الام. طيب يبقى انا عايزة السرعة بس هناخد الجذر، جذر 2 اي في على كتلة الالكترون. الاتنين مقدار ثابت، شحنة الالكترون مقدار ثابت،
كتلة الإلكترون مقدار ثابت. إذا بين الفي اللي هي السرعة وفرق الجهد في تناسب طردي، بس بين مين ومين؟ بين السرعة وجذر فرق الجهد. يعني إيه؟ يعني أقول في واحد على في اتنين بتساوي جذر في فرق الجهد واحد على جذر فرق الجهد التاني. يعني هتساوي جذر، تعالى كده نشوف فرق الجهد الأولاني في والتاني 4 في. طبعا دي هتطير مع دي، يبقى جذر ربع هيبقى نص، يبقى في 2 هتبقى 2 من في 1. يبقى اللي هيحصل للسرعة هتزيد للضعف، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. سؤال 58، إذا كان أقصر طول موجي في متسلسلة بالمر هو لمدة، فإن أقصر طول موجي في متسلسلة ليمان يبقى إيه؟ يعني إيه أقصر طول موجي؟ يعني أكبر طاقة في بالمر. طب ما بالمر دي العودة للتاني، أكبر طاقة في التاني يعني جاي من ما لا نهاية ورايح للتاني. طيب ما ده بيساوي اتش في سي على اللمدة، يعني أقول اتش في سي على اللمدة بيساوي إيه ما لا نهاية اللي هي بصفر، وادي سالب في القانون، و2 بسالب 13.6 على 4، لأن الإي بيساوي سالب 13.6 ان تربيع، وده التاني سالب موجب. يبقى أنت عندك اللمدة هتساوي اتش سي على 13.6 على 4 مقام المقام بسط. ده كده معنى اللمدة. طيب أقصر طول موجي في متسلسلة ليمان دي العودة الأول، يبقى جاي من ما لا نهاية رايح للأول، هيبقى اتش في سي لمدة 2. طيب ما هو يبقى اتش سي لمدة 2 هتساوي ايه ما لا نهاية بصفر، وادي سالب في القانون، و1 بسالب 13.6. يبقى احنا هنا هنقول سالب موجب، وبالتالي هنا هيبقى لمدة 2 عبارة عن اتش سي على 13.6. تعالى نقسمهم على بعض. يبقى انت عندك لمدة واحد اللي هي بلمدة على لمدة 2 بتساوي 4 اتش سي على 13.6. بدل ما اقسم هضرب واقلب البسط مقام المقام بسط، يبقى 13.6 على اتش سي. دي هتطير مع دي ودي مع دي، يبقى الناتج لمدة على لمدة 2 بتساوي 4 ل1. يبقى انت عندك لمدة 2 بتساوي لمدة على 4، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم أ. سؤال رقم 59، إذا كان أكبر تردد في متسلسلة بالمر هو نيو، فإن أكبر تردد في ليمان يبقى إيه؟ أكبر تردد في بالمر يعني عندك فرق الطاقة، أكبر تردد أكبر فرق طاقة في بالمر ده العودة للتاني جاي من ما لا نهاية، يعني اتش في نيو بتساوي 0 ناقص والاي 2 بسالب 13.6 على 4، سالب هيبقى موجب. يبقى انت عندك اتش في نيو بيساوي 13.6 على 4. طيب لأكبر تردد في ليمان، أكبر تردد في ليمان يعني أكبر فرق طاقة، يعني الدلتا إي جاي من ما لا نهاية رايح لفين؟ بالمر. في ليمان يعني الأول. يبقى انت عندك هنا اتش نيو 2 بتساوي دي 0 ودي سالب في القانون، واي 1 بسالب 13.6 سالب موجب. يبقى انت عندك اتش في نيو 2 بتساوي 13.6. طيب تمام، تعالى نقسم المعادلة دي على المعادلة دي. الاتش هتطير مع الاتش، يبقى نيو على نيو 2 بتساوي 13.6 على 4 في هقلب ما دي اكنها على 1، يبقى 1 على 13.6. دي هتطير مع دي، يبقى انت عندك هنا نيو 2 بتساوي 4 نيو، يعني هيبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم د.